سلام، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وصحتكم بيان. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كما راكم تشوفوا معايا اليوم ان شاء الله راح ندير وصفه جد سهله وجد محبوبه. هي عباره عن صابلي سامبل بطريقه سهله، مكونات باينين. حنشارك معكم كامل لي ديتاي كيفاش يخرج لكم صابلي على حبه بنين، القوام ديالو خفيف ومام تاني ما يتكمش لكمش في الفوخ. كاين بزاف اخوات لي صابلي تاعهم ما يخرج لهمش كيما يكونوا متمنيين. الوغ نقول لكم تبعوا لا فيديو هذه حتى لافان، حنعطيكم كامل لي ديتاي وكامل لي بتي سكري باش يخرج لكم صابلي بنين وشباب. بسم الله نبداو ديراكتومون في المكونات. اول حاجه انا هنايا اليوم راني حندير كميه لاباس بها، كميه كبيره. كانوا عندي ضياف سي بور سولا درت كونتيتي مليحه. نتوما اللي حبيت تقسم المقادير على زوج تقدر تقسمهم، سينو نخلي لكم في صندوق الوصف المقادير ب 250 غرام مارغرين. هنا كيما راكم تشوفوا عندي 500 غرام تاع لا مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. نحتاج 4 حبيبات ولاد الدجاج كاملين تاني كيكونوا دافيين. عندي هنا زوج كيسان تاع سكر غلاس، الكاس اللي يرفد 220 مليلتر وما يكونش معمر بيان، ناقص ان دوا. نص كاس تاع لا مايزينا. عندي هنايا لافاني كميه قليله برك تاع خميره الحلوى ولا لا ليفور شيميك، ما تكتروش باش ما يهرب لكم الشكل. وبيان سور نحتاجو هنايا قريصه تاع الملح والفارينه باش نطمو لاباط ديالنا. هنايا انا حنخدم في جفنه كما قلت لكم كميه لاباس بها. اول حاجه حطيت هذيك 500 غرام تاع لا مارغرين لازم تكون طريه. نضيف عليها هنايا زوج كيسان تاع سكر غلاس يكونوا مغربلين بيان سور، الكاس الاول والثاني. ما تكثروش بزاف سكر غلاس باش ما يجيكمش حلوين. ما تنساوش بلي راح نديروا لهم المعجون. وهنايا نخدم بيان هذاك السكر غلاس مع هذيك لا مارغرين حتى نتحصل على شكل بوماد. بعد ما تحصلت على هذا القوام كما قلت لكم شكل بوماد، تقدروا ميم تخدموا بالباتور. انا نحب نخدم الصابلي بيدي. هنا في هذه ليطاب نبدا ندير الحبيبات تاع ولاد الدجاج ديالي غير بالحبه. كما قلت لكم لازم لي زو تاعكم يكونوا دافيين. نديروا الحبيبه الاولانيه نخلطوها بيان، كي تدخل نزيدوا الثانيه الثالثه والرابعه. كل وحده كيفاش تخدم الصابلي، كل وحده والطريقه تاعها والوصفه اللي معتمدتها بيان سور. هنا يشوفوا بعد ما كملت كامل هذيك لا كونتيتي تاع ولاد الدجاج دخلتهم بيان مع هذيك زبده وسكر غلاس. في هاد ليطاب نضيف نص كاس تاع لا مايزينا. كيف بالنسبه للمايزينا تاني غربلتها بيان سور. نزيد نضيف هنا مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، اعطروهم بيان بلا فاني وبلا ما نساو تانيك هذيك الرشيشه صغيره تاع الملح ونخلط بيان سور. في هاد ليطاب كاين اللي يحبوا يزيدوا لوزاس تاع التشينا ولا تاع القارص، كاين اللي يحبوا يديروا شويه نواه كوكو محمص، كاين اللي يحبوا يديروا شويه كاوكاو ولا مكسرات، ولا كل وحده دير واش حبت. انا اليوم حبيت نديرهم سامبل بالنكهه تاع زمان، وانتوما بيان سور لو شوا يولي ليكم. بعد ما خلطت بيان لا بريباراسيون تاعي هنايا نبدا نجمع بلا فارين لازم تكون مغربله. نبداو نضيفوه غير بشويه غير بالكميات القلال. نزيدو هنايا مغرفه صغيره هذيك تاع قهوه كحله تاع لا ليفور شيميك ولا خميره الحلوى. ما تكتروش باش ما يخرجوا لكمش لي صابلي تاعكم عاليين بزاف ولا تهرب لكم لا فورم تاعهم. هنا ما نعجنوش، نبداو نطمو غير بلي بو دي دوا. فوالا نزيدوا لا فارين غير بشويه حتى نتحصلوا على القوام اللي حنوريه لكم. توجور لا بات ديالي مازالت طريه بزاف، الوغ نبدا ندير غير بالكميات قلال تاع فارينه. انا في 500 غرام تاع لا مارغرين رفدت لي كيلو و3 مغارف تاع لا فارين، 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع لا سوب ولا تاع العشاء ولا تانيك على حسب لا فارين. كاينه فارينه تشرب، كاين اللي فارينه ما تشربش. نتوما المهم حتى تحصلوا على هذا القوام. شوفوا لاباط تاعكم تقدروا تشكلوها، تقدروا تتحكموا فيها او ميم طون تكون طريه باش صابلي تاعكم يجيكم خفيف. هنا ديراكتومون بلا ما خليت لاباط تاعي ما ريحت ما والو حنبدا نحل العجينه تاعي. انا استعملت هذه الطريقه تاع ساكون بلاستيك ولا ساشي تاع الخبز ولا فتحته اون دو ونحط عليه لاباط باش صابلي تاعي يجيني مستوي ويجيني على حبه. كوم تقدروا ديروا بابي كويسون. انا ما نحبش ندير فارينه غير للضروره باسكو لا فارين دي فوا تزيد تنشفنا لا باتانا وصابلي تاعنا ما يجيناش خفيف. لا حصلتو ولا ما لقيتوش بابي ولا ساشي ولا تقدروا ديروا غبيره تاع فارينه ما تكتروش بزاف كيما شفتوني. زدت غلفتها بان ساشي من الفوق توجور ان بلاستيك، بسطتها شويه بيدي وراني نفتح فيها بالحليول. السمك تاعها ما يكونش عالي بزاف، ما يكونش رقيق باش ما يتحرقوا لكمش وما يجوكمش يابسين وما تكونش تاني خشينه. بعد ما فتحتها بيان سور هنا نبداو نفاصوني ولا نطبعوا في الحبيبات تاع الصابلي تاعنا. انا هنايا كنت بديت ديجا. شوفوا شحال فتحت لي بيان لاباط مليح كي تستعملوا ان ساشي. انا جبت هاد الطابع اون بلاستيك تاع الصابلي الكلاسيكي صابلي سامبل فيه دو كوتي، فيه الكوتي التحتاني وفيه داك الكوتي اللي يجي فيه ان ترو
باش نديرو الكونفيتور لداخل. انا الطابع تاعي هذا اون بلاستيك توجور نحب نديرو الفرينه باسكو دي فوا يلصق لي. نتوما اللي خدمتو بتاع الحديد فو نيت با اوبليجي ديرو لا فارين. ونبداو نطبعوه بطريقه جد سهله بصح. وشنو هنايا كاين ان ديتاي لازم تتبعوني فيه. شوفوا لازم تطبعوا وديريكتومون ترفدوا يدكم، ما تقعدوش تمشوا في الحبه ولا تقعدوا تحركوا في يدكم. هذيك هي الطريقه اللي تخلي الصابلي تاعكم ما يجيكمش على حبه، ويخلي تانيك الصابلي تاعكم يجيكم مكمش في الفوخ. كي تروحوا تلصقوهم ما تلقاوش حبه قد حبه. شوفوا ديريكتومون نطبع ونرفد يدي، ما تحركوش يدكم ا droite ا gauche باش الصابلي تاعكم يجيكم بيان فيني. فوالا هنايا حنزيد نطبع حبات واحد اخرين. توجور كيما قلت لكم ندير لا فارين المول ديالي، وتبعوا النصائح اللي عطيتهم لكم. ما تحركوش يدكم كي تكونوا تطبعوا فيهم باش الصابلي تاعكم يجيكم على حبه. طريقه جد سهله وعلى بالي كامل تعرفوها، بصح حبيت نبارطاجي معكم لي زيد اللي نعرفهم كيما مداري. هنايا هادوك لي شويت اللي بقاو لي، شوفوا انا الطريقه اللي نستخدمها. ما نبداش نعجنهم، ما نعاودش نعجن العجينه ديالي، نرفدهم برك ونخدمهم شغل سوانيوزمون حادر عليهم، نجمعهم برك كيما نجمعوا لي شويت تاع لا بات فويتي، ما نعاودوش نعجنوهم. وتوجور هاد لاباط هي اللي راني رايحه نديرها قاعده كي نفتح حبيبات واحد اخرين، ما نديرهاش من الفوق باش صابلي تاعي من الفوق يجيني شباب ويجيني ليس بيان. فوالا شوفوا ما تعجنوهاش، طموها برك وفتحوها وخلوها تروبوزي حوالي 10 دقائق بيان سور. فوالا هنايا بعد ما طبعت كامل لا كونتيتي تاع صابلي اللي كانت عندي بيان سور، هنايا شعلت الفور مسبقا على 160 درجه، ندخلهم يطيبوا ما تحمروهمش بيان. انا نحب لا كولور تاع الصابلي اللي تبقى بلونش. فوالا نخلوهم يطيبوا. فوالا هنايا بعد ما طابوا وبردوا لي نوريكم كيفاش تحصلت عليهم. فوالا طيبوهم لا كولور تاعهم خلوهم تقعد لكم بلونش. فوالا ولا حبيت تحمرهم بيان سور تحمرهم، كل وحده كيفاش تحب الصابلي تاعها. طابوا لي بيان. انا هنايا خليتهم بردوا لي كومبليتمون باش نقدر ندير لهم لا ديكوراسيون. انا هنا حندير لهم تزيين جد بسيط، حبيت ندير لهم دي تري هكا خفاف غير بشوكولا. هنا دوبت كميه تاع شوكولا اولي ودرتها في اون بوش ا دو جيتابل وراني ندير لها دي زيغزاغ. كل وحده ديكوري كيما حبات، سكر غلاس، دي كونكاسي، يعني كاين اشكال وانواع دوكاتيك تاع لا ديكوراسيون، كل وحده دير سولون. وهنايا بيان سور باش نكمل صابلي ديالي حلصقو درت هنايا كميه تاع معجون تاع المشماش. انا لقيتو خاطر لقيتو عاقد شويه، الوغ حليتو بمغرفه كبيره تاع ماكله تاع مزهر. وبيان سور نلصقو الصابلي تاعنا بطريقه عاديه، كامل نعرفو نلصقو لي صابلي. هنا كل وحده واش دير، اللي حبت دير شوكولا دير، اللي حبت دير لوتوس دير، اللي حبت ميم تانيك دير كونفيتور تاع لا فريز ولا تاع لي فيغ تاع التين، ولا كل وحده دير واش حبت. انا حبيت نديرو على طريقه زمان. فوالا هنايا شوفوا كي نرفد الحبه نلقى الشوكولا كيما درت لا دوك لي تخين، نلقى شويه هكذايا زياده، نحيها غير بيدي تتنحى فاسيلمون باش الحبه تجيني فينيا بيان. نكملهم ونشوفوهم كيف كيف لو بلا دو دريساج. الصابلي ديالي في شكل نهائي بعد ما كملت لصقته، ومع داك فداك لو ترو بيان سور زدت له كميه صغيره تاع المعجون باش نفينيه بيان. شوفوا الشكل تاعو شحال جا شباب، ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. كما شفتوا مقادير قليله، نتوما الا حبيتوا ديروا ب 250 غرام تاع لا مارغارين نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، ونخلي لكم كامل لي صابلي اللي درتهم معكم ديجا في لاشين. انا حبيت نبارطاجي معكم كما قلت لكم كانوا جايني دي انفيتي، الا قلت بوركوا با ما نشاركش معكم لا ريسيت. فوالا كما شفتوا طريقه جد سهله، دي كونساي سهلين تانيك، ماشي حاجه كبيره وتتحصلوا على اروع صابلي. سورتو بقهوه حليب واش نقول لكم يجي بزاف بزاف بنين. هنايا نقسم لكم حبيبه باش تشوفوا القوام تاعها. شوفوا يدوب وحده، صراحه جا بزاف بنين خفيف ومام تانيك بريزونطابل. والديكور بيان سور كل وحده واللمسه تاعها، كل وحده ديكوري سولون لو غو تاعها والامكانيات بيان سور. نتمنى ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. الا عجبتكم كما نقول لكم توجور ما تنسونيش بجيم والبارطاج، وخلوا لي التعاليق ديالكم الحلوه راني نقراهم دائما، يعطيكم الصحه على التشجيعات ديالكم. فوالا نتمنى ان شاء الله تبارطاجيو لاشين باش تكبر وباش يزيدوا يعرفوها الناس. تهلاو بزاف بزاف في روحكم، مع السلامه.